نادي بايرن ميونخ في موسم 2024 على 2025. الإدارة، اللاعبين الجدد، والمدرب الجديد. مقدمة. يعتبر نادي بايرن ميونخ واحدا من أعرق وأقوى الأندية في كرة القدم الأوروبية والعالمية، حيث يواصل النادي البافاري التألق والابتكار في مجال كرة القدم. في موسم 2024 على 2025 يشهد النادي تغييرات هامة على صعيد الإدارة، اللاعبين الجدد، والمدرب الجديد، مما يعكس طموحه في الحفاظ على مكانته الرفيعة وتحقيق المزيد من الإنجازات. الإدارة الجديدة وتوجهاتها. في بداية موسم 2024 على 2025 شهد نادي بايرن ميونخ تغييرات في الهيكل الإداري. تم تعيين ماتياس زامر كرئيس تنفيذي جديد للنادي بعد فترة طويلة من العمل كمستشار رياضي. زامر، الذي يعرف بخبرته الواسعة في الإدارة الرياضية، يأتي بخطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للنادي وتحقيق النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي. تتمثل أولويات الإدارة الجديدة في تحسين الأوضاع المالية، العمل على تعزيز الإيرادات من خلال صفقات رعاية استراتيجية وزيادة مبيعات التذاكر والمنتجات. الاستثمار في تطوير اللاعبين الشباب، تعزيز برامج الأكاديمية لتطوير اللاعبين الشباب وتحفيزهم على الانضمام إلى الفريق الأول. توسيع العلاقات التجارية، تعزيز الشراكات التجارية وزيادة تواجد النادي في الأسواق العالمية. المدرب الجديد ماركو روزه. تم تعيين ماركو روزه كمدرب رئيسي لنادي بايرن ميونخ في بداية موسم 2024 على 2025. روزه، الذي سبق له تدريب أندية مثل بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند، يجلب معه خبرة واسعة في الدوري الألماني والتنافس الأوروبي. السمات البارزة لأسلوبه التدريبي. الأسلوب الهجومي، يفضل روز استخدام خطط هجومية تعتمد على الضغط العالي والهجمات السريعة. التركيز على التكتيك، يركز على تطوير خطط تكتيكية مرنة تناسب كل مباراة بناء على تحليل الخصوم. تطوير اللاعبين الشباب، يشتهر بقدرته على دمج اللاعبين الشباب مع الأساسيين لتحقيق التوازن المثالي في الفريق. اللاعبين الجدد وصفاتهم. عزز بايرن ميونخ تشكيلته بعدد من الصفقات البارزة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، مع التركيز على إضافة اللاعبين الذين يمكنهم تحقيق التأثير الفوري على الفريق. كريستوفر نكونكو من تشيلسي. المركز مهاجم. المساهمة، إضافة هجومية قوية بفضل سرعته وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص. جو بيلينغهام من بوروسيا دورتموند. المركز لاعب وسط هجومي. المساهمة، إضافة إبداع كبير في وسط الملعب مع القدرة على التحكم في مجريات اللعب. نصير مزراوي من أيكس أمستردام. المركز مدافع جانبي. المساهمة، تعزيز الدفاع بجانب قدرته على المساهمة في الهجوم. دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ. المركز لاعب وسط هجومي. المساهمة، تعزيز الخيارات الهجومية بفضل مهاراته في التمرير والتسديد. اللاعبين الأساسيين المستمرين. جوشوا كيميش، يعتبر القائد المحوري في وسط الملعب، مع تأثيره الكبير على الأداء الدفاعي والهجومي للفريق. روبرتو ليفاندوفسكي، المهاجم الرئيسي الذي يشكل تهديدا دائما للخصوم بفضل قدرته الهائلة على تسجيل الأهداف. توقعات الموسم. مع التغييرات الكبيرة التي شهدها النادي في هذا الموسم، يتطلع بايرن ميونخ إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل المنافسة على دوري الأبطال. يهدف النادي إلى تعزيز تألقه في المسابقات الأوروبية وتحقيق لقب دوري الأبطال.
تحقيق البطولة المحلية. يسعى النادي للفوز بلقب الدوري الألماني واستعادة السيطرة على الساحة المحلية. تطوير المواهب الشابة. التركيز على تطوير اللاعبين الشبان من أكاديمية النادي لتحقيق التوازن بين الخبرة والشباب في الفريق. الخاتمة. يعد موسم 2024 على 2025 فترة تحول مثيرة لنادي بايرن ميونخ، حيث يشهد تغييرات هامة على صعيد الإدارة، الطاقم التدريبي، والتشكيلة. مع القيادة الجديدة والمدرب المتميز، بالإضافة إلى تعزيز الفريق بعدد من اللاعبين الموهوبين، يبدو أن النادي في طريقه لتعزيز مكانته كأحد أعظم أندية كرة القدم في العالم. سيكون من المثير متابعة مسيرة بايرن ميونخ هذا الموسم، وما إذا كان يمكنهم تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعوها لأنفسهم.